فيه شاب كان يعيش في قرية من القرى في ضواحي صنعاء. هذا الشاب بدأ يتعلم المزمار، وأهل اليمن عندهم عادة في حفلات العرس وحفلاتهم المتنوعة، عندهم موضوع المزمار والطبل هذا ورقصتهم الشعبية اللي يرقصونها. هذا الشاب بدأ يتعلم المزمار وبدأ يبدع في المزمار. كانت غرفته في السطوح في بيتهم، طبعا بيت متواضع في السطوح في القرية، فكان يتعلم المزمار في السطوح، وبدأوا الناس يسمعون عنه، وبدأ هو يظهر انه يعزف مزمار، يبغى يسترزق من موضوع المزمار. فكان عنده صديق له يضرب بالطبل وهو عنده المزمار، فتجيهم طلبات على العروس وعلى المناسبات فيروحون.